كل الديانات والشرائع تنهي عن الزنا، ولكن في ناس ما بيقدروا، بضل في خيانات زوجية. قصتنا الآن هي عن الخيانة الزوجية، راح نرويها بعد شوي، ولكن أولا نستقبل صاحب العلاقة أسامة. أهلا أسامة، كيفك حبيبي؟ تفضل. يا أخبارك أسامة؟ الحمد لله. طمني عنك. الحمد لله كثير مليح. شو بتشتغل حضرتك؟ أنا مهندس صورة، بشتغل في سمعية البصري. نعم، من المغرب. من المغرب. يا أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك أسامة. أسامة بس لأروي لكم قصته، عنده قصة مع زوجته. أسامة كان له 2 سنين مزوج هو وزوجته السيدة سارة. هو بيشتغل بشركة اتصالات، هي بتشتغل بمركز اتصالات. كانوا عايشين كتير منيح، اثنينهم بيشتغلوا، وضعهم الاجتماعي كويس، الأهل جنبهم حواليهم، عايشين مبسوطين بألف خير. سارة عندها صديقة حميمة يعني وقريبة منها، تتردد على البيت لعندهم، بيشوفوا بعض، بيحكوا، صداقة عائلية. سارة كانت بالشغل ذات يوم، تعبت، حست انه مريضة، نصحوها اصدقائها حواليها وزملائها بالوظيفة، قالوا لها روحي على البيت ارتاحي. اخذت اذن من مديرها، رجعت على البيت حتى ترتاح. دخلت شافته باحضان صديقتها. مفاجأة كبيرة إلها طبعا. كيف صارت القصة؟ أنا ماشي خنتها مع الصديقة ديالها، أنا ماشي شو كنت عم تعمل مع الصديقة؟ أنا ماشي خنتها مع الصديقة ديالها، ولكن أنا من نهار الدار ملي كان انخصام بيني وبينها، حطيتها في العمل ديالها ورجعت للدار. الثقة العمياء ديال الزوجة ديالي اللي كتعطيها المفاتيح ديال المنزل، كتبقى الزوجة ديالي في الدار، الصديقة ديال الزوجة ديالي كتبقى في الدار. أنا رجعت كنلقى الزوج، كنت فاجئ كنلقاها في الدار كتقول لي أجي نهضروا، أجي نتكلم، أجي نحلوا مشاكل الزوجة ديالك، حتى كترتعمي عليها. في بإذن المرأة ديالي كتدخل، ما مشاتش العمل. طيب هل كان في علاقة بينك وبين هذه الصديقة من قبل ولا لا أول؟ لا سبحان الله يعني. لا سبحان الله ما كيف ثاقبت؟ لا يعني زوجتك كيف إلهامها؟ لا هي الثقة ديال الزوجة ديالي فيها، هي اللي خلاها. يعني مش خطأك، هذا مش خطأك بتقول؟ لا خطأ يعني مش خطأك. أنا بغيت نسال الجمهور الكريم باش بالحضور الكريم باش يعرف بأن أنا ماشي قصدت نخون الزوجة ديالي أو لا، أو ما عرفتش. أنا ضعف الإيمان، فوالا ضعف الإيمان اللي ما عرفتش. على كل حال يعني بنتشكرك انك وثقت بالبرنامج، حبيت انه ترجع زوجتك من خلالنا. بقى بتمنى انا هالشيء يصير. خلينا نشوف. انا بعثت لها رساله الى ساره وسلمتها ساعيه البريد، بنشوف اذا وافقت على المجيء. أستاذ جورج، احنا الآن كنتواجدوا بمدينة صدى البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وكيف ما كتشوفوا مورايا البحر زوين. ويلا ودابا معايا باش نقلبوا على الدار ديال سارة مكمل باش نعطيوها الدعوة ديالها. واخيرا دابا حنا وصلنا للحي الحسني، ودابا غادي نقلبوا. راه الدار ديال سارة مكمل غير هنايا، اجيو معايا نمشيو عندها. يمكن هذه هي الدار ديال سارة، اجيو معايا نشوفوا واش كاينه. السلام عليكم لاله. سارة مكمل هادي، لاباس عليك؟ مزيان. عندك واحد الاخ ديالك سميتو مهدي، ياك؟ لا
ساره حنايا جبنا لك واحد الدعوه من طرف الاستاذ جورج قرداحي. جورج قرداحي. جورج قرداحي تماما. قبل الدعوه ديال الاستاذ جورج؟ بيان سور. ان شاء الله لاله، وشكرا بزاف وسمحي لنا. وصلت هنايا وسلمتها الدعوة ديالها. بعرف انه سارة صارت خارج الاستوديو هلا بنناديها حتى تجي. القصة مختصرها انه معنا الاخ أسامة من المغرب. أسامة متزوج كان له 2 سنين. السيدة سارة هو بيشتغل بشركة اتصالات، هي بتشتغل ايضا بمركز اتصالات. كانت مريضة ذات يوم، رجعت على البيت لقت أسامة في احضان اعز صديقاتها. اختلفوا طبعا، تشارعوا، انفصلوا، طلقها. إلهم هلا 1 سنة و3 أشهر مطلقين. رجع الأخ أسامة لحتى يحاول يستعيد زوجته ويرجع هو إياها من هذا الاستوديو إلى المغرب. بدنا نشوف هلا شو موقف سارة من نادي سارة. تفضلي سارة. أهلا بسارة. أهلا يا قمر، كيفك؟ تفضلي تفضلي عيوني. أهلا وسهلا. كيف أحوالك سارة؟ الحمد لله. طمنيني عن شغلك. الحمد لله تمام. شفناكي لابسة نظارة كنت قبل لما سلموكي الدعوة. ايوه. شلتيها؟ شلتها. حتى كونتاكت لانسز؟ لا بس انا شايفاك. منيح؟ منيح 100 100. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي. بعدك بشغلك؟ مركز اتصالات؟ شو شغلك؟ شو بتعملي؟ بعمل زي ما بتقولوا كده بنبيع خطوط. بتبيعوا خطوط؟ شركة اتصالات يعني. قديش عمرك سارة الآن؟ 21. 21؟ ما شاء الله عليكي. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي. سارة ليكي في شخص آخر هو دعاكي إلى هذا الاستوديو لأنه يمكن في عنده مفاجأة، في عنده شيء مهم بده يقول لك إياه، في ما بعرف شو السبب. بقى بتحبي تعرفي مين الشخص اللي دعاكي؟ طبعا. طبعا. طلعي بهالشاشة فأذا. تعرفي النجم ده؟ عرفتي هلا البرنامج شو معناته؟ هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ما تزعلي. بس انا مش عايزه يعني انا ما جيتش هنا عشان. طيب خلص بس هو يا دعاكي. هلا جيتي عشاني. انا وياكي عشانك يعني مش عاوزه اشوفه ولا انسي. انا ما جيتش هنا على قبلت شيء. يا ستي انسي خلص. لا مش ممكن انسى. انا يعني ممكن اخرج ولا حاجه. لا انا مش عايزه اكمل في البرنامج ولا حاجه والله. تخرجي. انت فوق راسي يعني. تسلمي راسك حبيبتي. تسلمي هاتي لبوس راسك. انا لا والله. لا والله. عادي. أنا فهمت القصة وأنت معك حق 100%. معك حق 100%. هلا هو عم بيعمل بمحاولة، يمكن أنت ما تستجيبي، أنت حرة وقرارك بيدك. هدي أعصابك وأنا معك، ما تخافي. هذا الشاب طبعا هلا ارتكب خيانة عظمى، زنا اسمه، بس يبدو بعد 1 و3 أشهر حن مشتاق من الأول هو وحاسس بغلطة، وجاي فكر إنه بركي عبر هالبرنامج. ما عم ترجفي. لا بس عم ترجفي. حب يمكن اعتبر إنه من خلال هالبرنامج ممكن يستعيد هالجوهرة اللي فقدها. ممكن بقى كتب لك رسالة أنا راح بقرأ لك إياها وأنت بعدين بتقرري. أنت بتشوفي إذا بتصدقيه ما بتصدقيه. خلينا نحكي. يلا. حبيبتي الغالية سارة، اشتقت لك كثيرا لكن ليس أكثر من حبي لك. كنت أحمقا خائنا لم أقدر النعمة التي رزقني الله بها يا سارة، وهي الزوجة الصالحة والحبيبة التي لا تعوض. وقد وعيت الدرس تماما. صحيح
طلقتك بعدها بناء على طلبك، لكنني أموت كل ثانية بعيدا عنك وعن حضنك يا سارة. أنا فعلا آسف، وجئت أتوسل إليك كي تسامحيني، مقرا بخطئي وخطيئتي، ومعترفا بأنني لم أكن أستحق حبك، ومقسما أمام الجميع بأن أبقى مخلصا لك طوال حياتي، وأن أرد إليك كرامتك أمام جميع الناس، وراجيا إياك يا سارة أن نعود لبعضنا البعض من جديد. سامحيني أرجوك، والمسامح كريم. سارة، أنا بفهم شعورك وبفهم الجرح اللي عندك، جرح كبير، بس هذا الشاب إجا بعد كل اللي حصل أذل نفسه، يعني إجا أمام الملايين حتى أولا يعترف بالخطيئة اللي ارتكبها، يعترف إنه خانك وخيانة كبيرة، ومش خايف من كل هالناس اللي عم بيشوفوه لأنه بحبك طمعا بالعودة لك والعودة إليه، يعني أن ترجع أن تعودي إليه. هذا قرار بيدك أنت وبقلبك أنت. مش ممكن، ما أقدرش. مش ممكن، خلص أنت شلتيه من حياتك نهائيا. دي حاجة يعني دمرتني، يعني من اثنين، من صديقتك كمان، صديقتي يعني طفولتي كلها دوزت أنا وياها. نعم. وواحد اللي كنت كتتخيل فيه كل شيء، بنيتي أحلامك معاها، شفتي في بابا ولادك كل شيء، فهمتي؟ نعم. ما نقدرش. نعم. طيب انت انه شفتيه بالجرم المشهود ولا اعتقدتي انه هذا اللي حاصل؟ لا، شفت كل شيء بعينيه، من بعد كيبان لي هو صاحبتي، صافي ما قدرتش نصبر. شنو غندير؟ بقيت كنغوت، جاتني هستيريا، شي حاجه اللي ما غاديش تقدر تصورها. طبعا. أسامة، معلش خليك قول شو بدك تقول، هيدي فرصة إلك، وانت جيت وحبيت تشوف سارة هون بالاستوديو، بقى تفضل احكي لها اللي بدك تحكيه، شرف. الغلط اللي تقع عليه مع سارة بالنسبة لي أنا ماشي أكثر من غلط. أنا هذيك المدة اللي كنت دوزت مع سارة عمري ما غنساها، اللي في الصراحة واخا طلقت واشتغلت في الديار البلجيكية وخدمت تما كمهندس صوت. بغيت نتزوج ولكن ما قدرتش، عمري ما قدرت ننسى سارة. عرفت فيها بزاف د الحوايج، عرفت إنسانة اللي في الصراحة عندها قلب كبير. لا انا عارف ساره، انا ما دوزتش انا وياها قليل، عارف ساره مزيان، عارف بان هاد الهضره ماشي هي اللي كتقولها، عارف بان ساره ماشي هي اللي كتهضر. ساره انا عارف اني كنبغيها الصراحه، عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كتقول انني عندها راجل، عندها ماشي انا اللي راجل، كاين رجاله بزاف. انا كنقول قدام الملأ ان هي اللي كاينه لي، انا هي المرأة الوحيدة ديالي أنا، وأنا عارف بأن سارة عمرها ما قدرت تنساني، وأنا عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كانت بأنني عمرها ما تسولات ولا شي حاجة، أنا ديما كنت كنسول فيها أنا، وكنعرف ديما الجديد ديالها وديما الأخبار ديالها. هادشي اللي خلاني أنني نجي لهنايا البرنامج ديالكم وندق أبواب ديال البرنامج ونطلب سماحة منها. أنا عارف بأن غلطت ونطلب من الله يسامحنا واللي درناه. نعم. سارة، بدك تقولي له شيء، بتحبي تجاوبيه شيء؟ أنا مستعد أستاذ جورج نضحي بالغالي والنفيس من أجل ديالها أستاذ. شو أنا يعني؟ درت الغلط وكنتحمل المسؤولية ديال الغلط ديالي. أنا الصديقة ديالي هي اللي بصراحة اللي كنت ديما كنتنبهها بأن تبعد علينا أصدقاء، تبعد علينا الصديقات ديالها، تبعد علينا، تخيل المشاكل بيني وبينها. أنا كان شي مشكل نحلوه انا وياه، لا داعي لي يجيب لنا شي واحد يدخل عندنا للدار
ديما كنبه بان هذيك الصديقه ديالها ما تبقاش تعطيها السوارد ديال الدار، وهي لا ديما اللي في راسها، وملي كنهضر معاها ديما كتاخذ القرار ديال الوالدين ديالها. ما بقاش وصلت واحد النقطه اللي ما بقاش كنعرف، هي كاينه في الدار، ماشي حتى هي كاينه في الدار، ما بقيتش عارف بان لا هادشي ماشي مبرر، هادشي ماشي مبرر. واحد اللحظه قلت لك هذا مش مبرر، ما بقيتش كنعرف راسي واش انا مزوج بها هي ولا مزوج بصحاباتها ولا الوالده ديالها. قالت لك هذا مش مبرر. إلا عطاتني فرصة أستاذ، إلا عطاتني فرصة إن شاء الله آخر مرة غادي نبرهن لها قدام الملأ وقدام الله سبحانه وتعالى بأن غادي يكون خير إن شاء الله. سارة هذا الشاب تايب، إجا تائب، بدك تحبي تسامحيه؟ مش قادرة؟ قولي لي هلا بشو عم تفكري؟ ما عرفتش نقدر نسامحه ويعاود نفس لافوت، ما عرفتش. سارة أنت كنتي سعيدة بلا؟ لما بعد عني كنتي سعيدة؟ لا، خصو يعطيني اون بروف باللي ما عمره ما غادي يعاود يدير داكشي. ما كاينش ما أحسن من الله. تقسم أمام الله؟ أمام الله. قال أقسم أمام الله. هو صادق أحيانا هذا الشاب؟ تحسي إنه صادق؟ هو ما عمره ما غلط، هذه كانت أول مرة وما عرفتش كيفاش زعما دار بحال هكا. هو عمره ما غلط، بس هو عم بيقول إنه الذنب مش ذنبه، الذنب صديقتك. بعدك على علاقة معه؟ لا مش بعدك ممكن. بتشوفيها؟ لا ما بقيتش كنشوفها، ما يمكنش نعاود نشوفها. لا طبعا. لا هي لا هو بجوج. طبعا. هلا أنت أمام أسامة، بدنا نعرف بدنا نرجع نزوجكم ولا شو؟ بنجيب لكم المأذون؟ ما كرهتش. في مأذون هون قريب. بدك تسامحيه سارة؟ والله إنها جوهرة، أنت بعدين حسابك بحكي أنا وياك بعدين. بدي أسألك سؤال بس جاوبيني. إيه؟ لما شفتي حسيتي هيك فرحتي ولا كنتي زعلانة؟ مش عارفة إحساسي. وشرف أبوكي شو حسيتي؟ تخلط عليك كل شيء. تخلط عليك كل شيء؟ مفاجأة؟ كانت سارة يا سارة المفاجأة ولا شو؟ إيه سارة، وفي نفس الوقت أنا ما كنتش بغيت نتفكر هذا الشيء وبغيت نكمل حياتي، ما بغيتش نبقى. طيب يمكن هذا الشاب نصيبك، يعني أخطأ وندم تايب. بدك تسامحيه؟ بدك تقولي له مسامح كريم؟ مسامح. قولي له سامحتك والمسامح كريم. أنا سمحت لك والمسامح كريم. يلا هاتي لابوك، تعال. بس خلصنا. أنا رح تابع الموضوع، أنا تحت مسؤوليتي. هذه البنت هي زي بنتي، تحت مسؤوليتي. 21 سنة عمرها. قديش عمرك أنت؟ 32. كم؟ 32. 32 صار كبير عليكي. حب أعمى. طيب مبروك. ميرسي. وشرفتينا. شكرا لك يا قمر. ميرسي. جوهرة ورقيقة، والله يوفقكم. وزهرة ديروا بالكم على بعض. يلا خدها بإيدها وإن شاء الله بتفرحوا الأهل كلهم. يلا
رفقا بالقوارير، مش هيك؟ على كل حال نلتقي إن شاء الله ببرنامج المسامح كريم مع قصة وقصص تانية. خليكن معنا دايما.